انا بقى معايا لفه جلاش كده كانت في الفريزر، بس مش بلدي، الجلاش اللي احنا بنجيبه من السوبر ماركت. انا عموما اصلا بحب الجلاش البلدي، بيبقى احلى والورقه بتاعته بتستحمل وكده. فدي بقى ما كنتش عارفه اعمل بيها ايه، قلت اعمل بيها فطيره حلوه كده وسهله وسريعه، مش تاخد من وقتك كده 5 دقايق. دهنت الطاسه بتاعتي سمنه، ودهنت بقى طبقات كده من الجلاش. احط نص الجلاش جوه الطاسه والنص التاني بره، يعني مش هتحطي الورقه كلها كامله جوه، وتحطي بقى في شمال ويمين وكده، هتوزعيها كده ايه عشان نقفلها لما تيجي تقفليها تتقفل حلو. تمام. بس انا بقى مش هعملها محشيه، انا هعملها ساده. لو انت عايزه تحشيها مكسرات مفيش مشكله، عايزه تحشيها كريمه برضو مفيش اي مشكله، اللي انت عايزاه. طبعا بين كل طبقه وطبقه بندهن كده سمنه او زبده زي ما تحبي. وزي ما انتم شايفين برضو بوزع الجلاش كده، بخلي نص جوه والنص التاني بره. كده بقى خلاص، هقفل بقى الجلاش معانا كده كويس جدا عشان ما يتفتحش منك وهو على النار. اكيد بقى مفيش اسهل من كده، بصوا في ثانيه خلصناها، مش تاخد وقت، وكمان هنسويها على عين البوتاجاز. انا بقى بقفل كده الجلاش، بلم الطبقات كده على بعض. وصفه خفيفه وحلوه جدا، ومحتاجتيش فيها سمنه كتير ولا حاجه، هي يا دوبك 3 معالق بس كده بتسيحيهم، ومش بتستعمليهم كلهم كمان، يعني بيفيد معاكي سمنه. زي ما انتوا شايفين بقى انا قفلتها كويس جدا. عايزه اقولك ما بتفتحش على النار ولا اي حاجه خالص. دي كانت ورقه اخيره كده من الجلاش، هقفل برضو بيها تاني. هدهن بقى الوش كده سمنه بسيطه، وبعدين نسويها بقى. اهم حاجه بقى التسويه، النار بتاعتك تبقى هاديه جدا، وهغطيها وتسيبيها بقى 5 دقايق، بتاخد 5 دقايق على الوش ده، وبعدين نرجع نقلبها تاني وتاخد 5 دقايق على الوش التاني. شايفين ما شاء الله، خدت وش وكل حاجه تمام. هنا بقى ده بديل السيرب بقى. انا معايا كوبايه لبن كبيره، حطيت عليها سكر، طبعا السكر دي الكميه اللي انت عايزاها براحتك، ملهاش مقدار يعني. دوبتهم كده مع بعض كويس، وبعدين بقى سقيت بهم الجلاش زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. والنار كانت شغاله على فكره. هغطيه بقى واسيبه كده ايه دقيقتين 3، وبعدين نقدمه زي ما انتوا شايفين. عايزه اقولك بجد والله طلعت طريه جدا وحلوه ومورقه في نفس الوقت، بجد كانت جميله. انتي بقى عايزه تحشيها، ده اختياري بقى زي ما انتي تحبي. شايفين اديتها بس رشه جوز الهند كده بسيطه، ممكن تزينها بسكر بودر. بس انا ما حبيتش تكون مسكره قوي، كفايه يعني السكر اللي احنا ضايفينه في اللبن.